جملة بنسمعها كتير قوي، يقول لك عارف فلان ده عنده دهون على الكبد. طيب نعرف الموضوع دوت الأول مع بعضينا كده. نتكلم الأول على الكبد. الكبد ده يا جماعة هو أكبر عضو في الجسم بعد الجلد طبعا. بينقي السموم، بينقي الدم من السموم طبعا، بيخزن فيتامينات وبينتج أنزيمات بتساعد على الهضم في غاية الأهمية. لما تتراكم الدهون من نسبة 5 ل 10% من وزن الكبد نفسه، ساعتها بقى هقدر اقول ان عنده ايه، فلان ده عنده دهون على الكبد او عنده كبد دهني. ده بيحصل لناس كتير الحقيقة قوي من غير ما يحسوا، وما يكونش عندهم اي مشاكل تانية غيرها. يعني اسباب هنتكلم على الاسباب اللي هي المنتشرة او الاكثر شيوعا زي ما بيقولوا. يعني طبعا نمرة 1 السمنة نمرة 1 ونمرة 100. السمنة والكرش والوزن الزايد والحاجات دي كلها. تاني حاجة برضو اللي هو مرض البول السكر يعني، خاصة اللي هو جريد 2 اللي هو النوع الثاني. تالت حاجة يكون عند الأسباب الأكثر شيوعا اللي هي مقاومة الأنسولين. عندنا برضو ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية. عندنا واحد ما بيتحركش، قلة النشاط البدني، كل حاجة بالعربية بالسيارة، بينتقل من هنا لهنا لهنا، لو راح من غرفة لغرفة عايز يركب السيارة بتاعته ما بيتحركش. وبرضه في بعض الأدوية زي الكورتيزون وبعض أدوية القلب برضه من الحاجات اللي هي المضاعفات بتاعتها بتسبب دهون على الكبد. طيب ده خطير يا دكتور محمد. أي حاجة في بدايتها ممكن إن احنا يسيطر عليها، إنما لو أهملناها طبعا بتبقى عواقبها وخيمة. البداية طبعا بيكون بسيط، ممكن بيتطور بقى لإيه، يعمل مثلا تليف في الكبد، ممكن يحصل تشمع وفشل في الكبد. فشل الكبد ده خلاص درجات معينة، وبعد كده خلاص المريض مفيش منه رجعة. ونادرا بقى برضه في بعض الحالات ان هو يسبب سرطان في الكبد. عشان كده يا جماعة بنقول ان احنا لازم نتابعه ولازم نعالجه بدري. اي حاجة تتعالج بدري ان شاء الله بتكون النتيجة بتاعتها كويسة جدا. طيب اعراضه، اعرف منين ان انا عندي كبد دهني او دهون على الكبد؟ على فكرة معظم الحالات بتطلع بالصدفة. يعني واحد مثلا بيشتكي من اي حاجة تانية وعمل سونار مثلا ولا حاجة، ولقينا مثلا عنده دهون على الكبد. وظائف الكبد طبعا ALT والAST من الحاجات اللي هي طبعا بتبين اذا كان في دهون على الكبد ولا لا. برضو لو حللنا الدهون بتاعت الجسم والدهون الثلاثية وحللنا الكوليسترول والسكر، في بعض الأعراض بقى بيبقى إنسان تعبان خالص، أي مجهود بيبذله كده بيتعب، بيحس بتقل شوية في الجنب اليمين بتاع جسمه، أو طبعا بيحس إن هو بيزيد في الوزن ومش عارف يخس، بيحاول بس جسمه ما بينزلش. دي برضو من الأسباب اللي هي بتكون ممكن تدلنا على ان المريض ده عنده دهون على الكبد. طيب العلاج بتاعه من الاخر كده عشان نبقى كويسين مع بعضينا. ادويه اللي منتظر مني اقول له الدواء الفلاني، لا مفيش ادويه يا جماعه. هو اساسها نمره 1 و2 و10 اللي هو النظام الغذائي الصح. الاساس النظام الغذائي الصح. احنا هنتكلم دلوقتي على بعض الحاجات المسموح بيها لمريض الكبد الدهني. نركز مع بعض. الأطعمة المسموح بيها لمريض الكبد الدهني. عندنا الخضار، نمرة 1 خضار بكل أصنافه، ونركز قوي على الخضار الورقي اللي هو الخس والجرجير والفجل والبروكلي والحاجات دي كلها. عندنا برضو تاني حاجة الفاكهة اللي هي ما فيهاش سكر كتير، زي التفاح، زي البرتقال، زي الكيوي، ما فيهاش سكر كتير. هنركز برضو بالنسبة للبروتين بس اللي ما فيهوش دهون. يعني مثلا لو دجاج ولا حاجة ممكن يفضل ان هو يتسلق او يتشوى. حاجة زي التونة، حاجة زي البيض، حاجة زي السمك طبعا في غاية الأهمية كده. نحاول نستعمل زيت زيتون. البقوليات
زي العدس وزي الفول وزي اللوبيا والفاصوليا الجافه والحاجات دي كلها. عندنا الحبوب الكامله زي الشوفان وزي الخبز الاسمر، الخبز البلدي الاسمر. عندنا من المكسرات زي اللوز وعين الجمل والكاجو والحاجات دي كلها، بس ما تكونش مملحه، يعني ما فيهاش ملح. والاهم بقى من كده كمان ان هو المريض يشرب ميه كتير، لازم يشرب ميه كتير من 2 ل 3 لتر يوميا على الاقل، اللي هو ايه؟ يشرب ميه كتير. طيب دي الحاجات المسموح بيها. ايه الحاجات الممنوعه بقى عن المريض؟ طبعا نمره 1 اللي هو السم الابيض، اللي هو السكر الابيض، والحلويات الشرقيه طبعا والغربيه والحاجات دي كلها يعني. عندنا كمان اللي هو الوجبات التيك اواي، قاعد في شغل ولا حاجه عمال يبعت يجيب سندوتشات من هنا ومن هنا، ده كبده، ده سجق، ده همبرجر، ده شاورما، الحاجات دي كلها كل دي طبعا ممنوعات بالنسبه لي. المعجنات برضو والعيش الابيض برضو من السموم برضو، اللي هو الايه دي الابيض ده برضو اللي المفروض يتجنبه. والاكل اللي هو المقلي عشان ما نستعملش زيت كتير، والأطعمة اللي هي مليانة دهون. طيب دي الحاجات الممنوعة على مريض الكبد الدهني. نصيحتي ليك نمرة 1 امشي نص ساعة على الأقل في اليوم. امشي نص ساعة مشية منتظمة، نص ساعة يوميا على الأقل. قلل وزنك هيفرق كتير جدا، من 5 ل 10% لو قللت وزنك هتفرق كتير جدا، وتعيش انت اللي هتعيش مرتاح مش انا اللي هعيش مرتاح. وبعد كده بتتابع بقى كل 6 شهور ولا حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل تحليل الكبد.